يا صباح الورد والياسمين على اجمل متابعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يلا بينا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بقى تعالوا ايه، ندفي بعضنا كده بروتينات الشتاء وهلا بالشتاء وجمال الشتاء وروايح الشتاء والمحشي بقى اللي ما اقولكوش بقى بيتعمل عندنا ما شاء الله، يعني اكتر ما بنعمل شاي يعني بصوا ما شاء الله، يعني نبقى لسه عاملينه ونعمله تاني ومش عارفة فيه ايه. يعني المحشي دوت بصراحة ده ادمان عندنا هنا. طبعا بقى انا ايه بصراحة والله العظيم، هحكي لكم القصة. يعني ايه، خلي لكم طولة بال معايا كده لان انا بحب ايه احكي حكاوي. تمام. طبعا انا رحت عشان ادور على محشي، على كرنب، سامحوني. ما لقيتش بصراحة. يعني عقبال ما وديت بنوتي الحضانة وكده وقعدت مع واحدة صاحبتي جارتي شوية. فالمهم الظهر أذن علينا، تمام. فانا كل ده مستنية حد ايه يلف بكرنب ومش عارفة ايه. فالمهم يا امان الله يعني، قعدت تقول لي طب اقعدي وانا هجيب لك. اقعدي، قلت لها يا ستي انا قعدت ساعتين اهو من 10 ل 12. اقعد ايه تاني؟ قلت لها انا هروح بقى وخلاص، مش مهم انا ايه، مش مهم اعمل محشي، هعمل صينيه بطاطس ورز وحلو قوي كده. قالت لي خلاص ماشي. اتفاجئت بقى والله العظيم زي ما بقول لكم كده، يا دوبك دخلت 10 دقايق لقيتها والله العظيم بعتت لي الاتنين دول. بصراحة الله يبارك لها والله العظيم اكتر من الاخت. وبعتتهم لي مع بنتها وقالت لي خدي، احنا لقينا لك المحشي اهو اللي كنت يعني بصراحة بتدوري عليه. قلت لها يا بنتي خلاص انا والله كنت هعمل بطاطس وكده. قالت لي لا خديهم، بتقول لك ماما. فبصراحة والله العظيم اليوم دوت كان في غسيل. انا كنت بتلكك والله، كنت بتلكك، ما كنتش عايزه اعمل محشي. يعني انا حمدت ربنا ان ما حدش ضرب كده. هو يعني بصراحه كانوا عايزين محشي بس انا قلت لهم ما لقيتش اعمل ايه. قالوا خلاص ماشي. كنت بقى ايه محدده ان انا اعمل اكله تانية. كان اليوم غسيل بقى ومسيح ونشير وتركيب ستاير ومش عارفه هنزل لكم الفيديو ده ما تقلقوش يعني. فايه قبل ما خلصت والله العظيم كانت العيشه اتدنت. بصيت بقى يا حبايب قلبي لقيت جوزي دخل من باب الشقه. اتصدمت، خدت الصدمه زي ما بيقولوا والله العظيم. فالمهم قلت له يا لهوي هو انت جيت؟ قال لي لا لسه. هو في ايه؟ قلت له ما عملتش اكل. قال لي يا شيخ. قلت له والله ما عملت اكل، انا مسحوله طول النهار في الغسيل والطرق مش عارفه ايه. فاللهم صل على سيدنا محمد. قال لي ماليش فيه. قلت له انا حتى الكرنب يعني هو موجود اهو، بس مش هينفع اعمله دلوقتي. قال لي ليه؟ قلت له عشان العيشه اتدنت. قال لي ما يهمكيش، العيشه الفجر هيتعمل يعني هيتعمل. قلت له يا ابني يهديك يرضيك. قال لي هيتعمل لا دام في كروم بيعملي. فالمهم قمت سخنت ميه والله العظيم، يعني كنت متكتكه، كنت بغسل على الغسالتين وهدوم يعني مبلوله ونشير ومسيح وكان الله المستعان. المهم سخنت ميه بسرعه وخليت بنتي ضربت الطماطم وخرطت بصلايه وحمرتها زي ما انتم شايفين كده، وحطيت الكرنبتين واحدة ورا التانية. وقفت بقى على الحوض والله بصوا ما كنتش قادرة، بس يعني اعمل ايه المحشي بقى ايه، لغة ماهرة عندي. طبعا هنا شوحت بصلاية حلوة محترمة مع واحد فلفل رومي مع معلقة صلصة وايه وسبكتها. ما فاضلش بقى الا الكرنب. قلت بس خلاص كده لا دام انا سبكت لي المحشي يبقى المحشي خلص. طبعا كنت جايبه دورة بط ما شاء الله ما شاء الله زي الزفت، قسما بالله زي الزفت. اتخدع فيا يعني. دي غلطتي اللي انا جبتها من حد مش موثوق فيه. فبس يعني الواحد بيتعلم بعد كده ايه بشتري من هنا ومن هنا ومن هنا. المكان اللي بيطلع كويس بتعامل معاه. المشكلة بقى اللي انا عارفة ان في مكان كويس والبط بتاعه بيبقى جميل وبيرمي لحم ومش عارفة ايه، وانا اللي بسترخص بروح اجيب من ناس تانية اقول حرام انفعه ومش عارفة ايه، وده كله بيطلع فوق دماغنا. المهم ما علينا. ذبحت دورة البط قسما بالله يا حبايب قلبي 2.5 شهور والبطية ما جاتش 1.5 كيلو. مش عارفة ازاي، وما شاء الله الريش بتاعها اتقل منها. يعني انا مطلعة من كل بطاية ريش حوالي 2.5 كيلو ريش لوحده. فالمهم دبحتها قلت لا كفاية، هو لو كان عايز يكبر كان كبر، فهو كده بيغيظ فيا بقى وبيعاند فيا. المهم دبحته وحطيته في الفريزر. قلت مش مهم هبقى اعمله وخلاص. طلعت واحدة كده. هو المشكلة ان هو اوزانهم كلها زي بعض، يعني ما فيش كبير ولا فيش صغير.
رحت مطلعه واحده، انا كنت اعمل لهم من غير فراخ وكده، بس طلعته واحده وشوحتها كده ونزلت عليها بالبهارات وبالبصله والطماطم والفلفل، ظبطتها يعني. بصوا بقى، انا ما بحطش دقيق في البط، لان هو ما شاء الله يعني، ورغم ان هو مش صغير بس دسم يعني، بط يا جماعه يعني مش محتاج. المهم اللهم صل على سيدنا محمد، انا هنا كنت عملت التسبيكه وعملت المحشي وحشيت، وهنا بقى ايه وقت التقديم. بصوا ما شاء الله قسما بالله تحفه يعني، على مرقه بط تحفه تحفه تحفه. فالمهم هنا بصوا بقى، هو مفيش ولا صباع لازق والله العظيم، بس انا المشكله اللي انا كنت بصور مره، وبما ان السرفيس ضيق فبقب لقيت الحله كلها نزلت مره واحده، نزلت بقى نص يعني، نصها في قلب نصها نزل في السرفيز ونصها نزل على البوتاجاز. فانا هنا بقى بحرص بحط حبه حبه، لان انا خايفه ينزل يتكب زي كل مره. بس والله العظيم بصوا ما شاء الله كان تحفه. بصوا انا بوريكم الحله ما شاء الله، ما فيش حاجه محروقه، ما فيش حاجه ملزقه، ومن اول صباع لغايه اخر صباع ما شاء الله بصوا يتنطر بالواحد والله العظيم. بس كان تحفه. وكان الجو ساقع بقى، وكانت اختكم سقعانه فاديناها بقى. كان حتى انا البط قلت والله ما احطه في الفرن، لان انا لو حطيته في الفرن هيكش، هو مش ناقص قشاشين، هو مسلول لوحده. فهنا انا بوريكم اهوت ادي المحشي، كان سكر وعسل والله العظيم. كان بصوا اللي عايز يعمل محشي يعمله ببط والفراخ برضو، بس كان تحفه والله العظيم. بصوا البطانه حطها سليمه. بصوا يا حبايب قلبي قد ايه الوزن. يلا مش مهم، الحمد لله. بعد كده نجيب من المكان اللي احنا عارفينه واثقين فيه، وان شاء الله ربنا ايه هيكرمنا في الايه في اللي جاي. بس انا هبستنى شويه كده لما يهدى شويه. ولا حبايب قلبي اكون خلصت الفيديو، ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه. مع السلامه.